لجمهور ريال مدريد بيقف في المدرجات في الدقيقة السابعة في كل مباراة بيلعبها فريق ريال مدريد على استادو سانتياغو برنابيو. الدقيقة السابعة بتتحول للحظة مش عادية وهتاف واحد في لحظة واحدة. إلى خوانيتو مارافيلا، يعني يا خوانيتو يا معجزة. ولكن هنا السؤال، هو مين أصلا خوانيتو؟ اللاعب ده هو واحد من أساطير ريال مدريد اللي لبسوا التيشيرت رقم 7 وملقب عند جماهير ريال مدريد بروح الفريق نفسه. لعب بتيشيرت ريال مدريد من سنة 1967 لحد 1987. حقق بطولات كتيرة جدا، ولكن كان الأهم إنه كان رمز فعلا للريمونتادا، رجولة وجدعنة واقتلع على الكورة مفيش بعد كده. كان عنده ماتش مهم جدا ضد الانتر وكان ليه تصريح شهير قال فيها الدقيقة 90 تحديدا في استاد برنابيو بيكون وقت طويل جدا. وعايز اقول لكم ان الكلام ده اتحول لعقيدة كبيرة جدا في ريال مدريد، لان اللاعب ده كان عنده عقيدة جدا ان طول ما الماتش لسه فيه وقت يبقى الفريق لسه ما خسرش. لكن القصة لحد دلوقتي ما خلصتش، ولكن ليها جانب تاني. تحديدا في 1992 مات اللاعب ده في حادث سير، لكن ارتبط اكتر بجماهير ريال مدريد لان الحادثة دي حصلت وهو راجع بعد ما خلص ماتش مع فريقه ريال مدريد. ومن بعد وفاته جماهير ريال مدريد بقت تقف في استاد برنابيو مع الدقيقة السابعة وكمان بتهتف باسمه. وعشان كده رقم 7 مميز جدا في ريال مدريد، مش مجرد رقم بيلبسه لاعب على ظهر تيشيرت الفريق، لكن في الواقع الرقم ده موجود في كل قلب مدريدي. فانتوا بقى قولوا لي، من هو اللاعب المفضل ليكم اللي كان لابس تيشيرت رقم 7 في اي نادي في العالم؟